النجاح لا يحالف الذين هابوا الصعوبات، بل أولئك الذين نقبوا عنه تحت حطام الفشل، وأزالوا عنه شوائب التردد والخوف، ليصير براقاً جلياً يسر الناظرين. كفاح ثم تتبعه مئات الخطوات من الفشل واليأس، ولكن لا بد لشمس النجاح الشروق في ذات صباح. أول خطوات اتبعتيها علشان تطوري في نفسك في مجال الكتابة التدريبية؟ حاولت بقدر الإمكان إنه أنا أنتمي للمجتمع بتاع الكتاب وبتاع المدربين، على أساس إنه أنا أخذ منهم experience كويسة. الداعم الأساسي لمحمد علي منو اللي شجع محمد علي لأنه يواصل في طريقه؟ والله عموما يعني أنا في الأول ما لقيت دعم صراحة، الداعم هو محمد علي لمحمد علي. أكثر صعوبات واجهتك في إنك أنت تواصل في مسيرتك شنو؟ فالواحد بس شنو يعني يتحدى الإمكانيات دي بل موجود، يعني أنت اشتغل بل فيه. برنامج كفاح نجاح انتظرونا قريبا في رمضان على قناة البلد الفضائية.